شنو هو الاختلاف الفرق ماذا تغير بين الافريقي تاع البنزرتي وافريقي لوميك؟ باش نكونوا يعني حكمنا غير موضوعي كما باش نقولوا تبدلت حاجات كبيره. ما نجمش حتى مدرب يبدل حتى شيء في اسبوع ولا في اسبوعين، ممكن يعمل دي روتوش صغار. تصرف في رصيد البشري، طريقه تصرف، ثم اشياء ممكن تغيرت في تركيبه الفريق. يعني شفنا اليوم النادي الافريقي لعب من غير صانع العاب فعلي، يعني فهمتني، لعب العكرمي والعقربي يعني لعبوا ديزيكسونتري، لعبوا على اروقه على اليمين على اليسار، وذوادي لعب وراء ايزيكيل وتحرك يعني، وما قعدش يلعب براتيكمون وراء ايزيكيل، تحرك برشا. ديما تعرف ذوادي يلقى راحته برشا على الاطراف على اليمين وعلى اليسار، تحرك برشا سدهوه على اليمين وعلى اليسار. لكن وجود العقربي على اليمين والعكرمي على اليسار يمكن حرر اكثر اليكسيس وخلاه يتقدم اكثر، لانه تقريبا النادي الافريقي ظهير يمين معاه العقربي وظهير يسار معاه العكرمي، صار يعني فيه اطمئنان شويه على الاروقه بالنسبه للنادي الافريقي، وخلى اليكسيس وفي بعض الاحيان الزياده، لكن اليكسيس اكثر يمشي اكثر لقدام. يعني النادي الافريقي كان يعني كان فيه اصرار على الانتصار اكثر من الملعب التونسي. الملعب التونسي كان في حاجه ل3 نقاط اكيده جدا، لانه عمل يعني تعادل في باجه وهزيمه ضد المرسى، كان في حاجه اكيده ل3 نقاط. لكن حتى بعد والفريق مهزوم 2-1. يعني لما دخل كيف دخل السليتي وصار المدرب كوكي حب يزيد يعطي اكثر فرصه للهجوم باش يرجع في المباراه، جاء الهدف يعني ضربه الجزاء نتاع العيفه والورقه الحمراء نتاع مروان تاج اللي حطمت معناها كل الامال نتاع فريق الملعب التونسي باش يرجع في المباراه. صعيب في 3 يعني ب3 اهداف، مهزوم ب3 اهداف وعندك ورقه حمراء، وفي الظروف هذيك كان صعيب برشا وانه الملعب التونسي باش يرجع في المباراه. نعم. على كل حال نشوفوا بعض اللقطات في المقابله نتاع او 3 دي باش نحلوهم. شوفوا الهدف هذا الاولاني نتاع النادي الافريقي، شوفوا الخدمه كلها في نص الميدان. اللاعب نتاع الملعب التونسي مضغوط على اليمين وعلى اليسار، جاء ذوادي من الخلف وجاء اليكسيس من قدام، وهذا الضغط على حامل الكره شنو يولد؟ اللي يحب يسجل اهداف يلزمه يمشي ويضغط على حامل الكره في النص. هو كان ينجم وهو ضاغطين عليه كان ينجم يعطي الباس للاعب اللي في المسانده اللي عملناها احنا بالفلاش الحمراء، لكن هو ما اختارش الحل السهل، كان من المفروض يعطيه من الاول الباس، ضغط عليه ذوادي. شوفوا ما تشوفوش اللاعب كان في الحاله الهجوميه، ذوادي يفتك الكره وهذا شيء يحسب ليه، يفك الكره 3 ضد 1. هنا بدا الخلل يعني في التوازن نتاع فريق الملعب التونسي. 3 ضد 1. نتبعوا اللاعب اللي عليه سبوت هذا اللي هو اليكسيس، يعني ديما نتبعوا اللاعب اللي بيسجل هدف مش موجود في 18 متر بالشرط، لازم ينجم يكون يجي من بعيد. يزيكال خذا بالكره الى بيفوتي، عمل خدمه كبيره برشا، لعب من لمسه واحده ذوادي. شوفوا كيفاش اليكسيس اللي كان موجود على خط نص الميدان كيفاش موجود، يعني لقى روحه في مكان يعني ممتاز جدا للتصويب. ونعرفوا اذا اليكسيس سجل قبل من التصويب، حتى في ضد المغرب الفاسي سجل من تصويبه وسجل بطريقه ممتازه جدا. والاكزيكيوسيون معناها انتير يعني اكسترا اوردينير، يعني يعمل كيف يعني ما شفناش منه، عندنا مده ما شفناش اهداف من النوع هذا. نشوفوا الهجمه الثانيه اللي هو الهدف الثاني نتاع سامي العكريمي. المساحه هذه كلها، شوفوا المساحه كلها تقريبا بالطول الربع نتاع الملعب، فيه 9 لاعبين من الملعب التونسي. وهنا يصير ديما الديزيكيليبر، يعني الخلل في التوازن ديما يتوجد اذا كان التمركز الكل يكون ما ثماش يعني تكافؤ ما بين الجهه اليمين والجهه اليسار. شوفوا الذوادي اللي باش يستلم الكره باش ياخذ الكره من الفلاش على اليمين وباش يغير اللعب في الجهه اللي ما فيهاش لاعبين على جهه الملعب التونسي. ماذا بيك نرجعوا شويه للهجمه من اولها، نعاودوها من الاول، فما حاجات مازلنا ما تكلمناش فيهم. نرجعوا للهجمه من الاول كان ممكن، لكن ممكن نرجعوا للهجمه. مش ممكن نمشيو نجموا شوفوا هنا، شوفوا اللاعب اللي عليه سبوت اللي حاطين عليه الضوء اللي هو نفس الشيء كنت نحكي على اليكسيس، نفس الشيء العكرمي. يشوفوا منين ينطلق، يعني ديما اللاعبين اللي يجوا من خلف وهما المدافعين ما يخلى لهمش حساب. الحاجه المهمه وانه الفريق النادي الافريقي في الحاله هذه فكر وانه يلزم يغير اللاعب، لانه اكثر من نصف فريق الملعب التونسي موجود على اليسار، لازم يغيروا اللاعب على اليمين، وذا اليسار ديكالاج صار على الديكالاج. صحيح المدافع سجل الهدف المرميه، لكن المهاجمه كلها كانت صحيحه في تركيبتها من اولها الى اخرها. نشوفوا الهجمه الثالثه، السيكونس الثالثه.
الملعب التونسي في حالات نادره حب بعد الهدف الثاني حب يعمل رد فعل. كان ثم حماس وكان ثم روح قتاليه كبيره من فريق الملعب التونسي، وكان ثم ضغط على حامل الكره بصفه ممتازه جدا، لكن هذايا ما كانش معطاش اكله لانه جاء من بعد شويه، جاء الهدف الثالث وقضى على امال الملعب التونسي. شوفوا اللاعب هذا في ضاغطين عليه، لاعب الوسط اللي هو الذوادي، ضغط مستمر، مازال الضغط مستمر، ثم اصرار كبير. شوفوا 3 لاعبين محيطين باللاعب نتاع النادي الافريقي، يعني ما عادش ينجم يمشي يلعب بالكره قدام. شوفوا حتى على اليمين في المحور هناك زوز لاعبين جايين للمكان، يعني يفون فلوتي في المكان اللي فيه يعني البريسينج، باش يعملوا البريسينج باش يكثفوا الضغط على النادي الافريقي. انا اللي عجبني في الهجمه هذه اصرار لاعبين الملعب التونسي على البريسينج، مازال الهجمه وما فاتش، باقي لاعبين يقدموا، ثم امل وانهم باش يفكوا كره، 2 ضغطوا على حامل الكره، والثالث باش يمشي يضغط على زميله اللي ممكن يعطيه الباس باش يزيد يضيق عليه المساحات. تحرك الهجمه بالضبط، قصت الكره، مشات كره اختيره للملعب التونسي، وهما طالبوا هنا بضربه جزاء. هذا مش من مجمولاتنا، باش نكملوا احنا الهجمه، كملوا الهجمه نفس الشيء، باقي ما فاتش المهمه، باقي ثم ضغط. شوفوا الضغط بدا تقريبا في نص الميدان، ومازال الفريق ضغط بحذا خط في 18 متر تقريبا نتاع النادي الافريقي. واحد ضغط، 2 ضغط على حمل الكره، واحد ضغط على زميله، وحتى الظهير يمين جا لهنا وعمل تاكل، فهمتي، باش اصرار كبير من الملعب التونسي. مازال ثم 2 لاعبين اخرين مشاو على حامل الكره مره اخرى، يعني شيء ممتاز جدا. لكن المشكله هو انه الملعب التونسي ما لعبش بالروح هذيا وما لعبش بالحماس هذايا مباراه كامله. شفناها كان في هكا بعض الفترات القليله والقليله جدا ديزيتانسيل، يعني ما شفناش الشيء هذايا باستمرار، لانه كان شفنا الشيء هذايا باستمرار كان يكون مردود الملعب التونسي اقوى. شوفوا الهجمه الرابعه اللي هي الهدف. في الحقيقه انا الهدف هذايا حبيت نتكلم عليه لانه العكرمي عمل مجهود كبير برشا اليوم. نفس الشيء، شوفوا العكرمي مش العكريمي كما قلت قبيله. العكرمي سيف الدين العكرمي بالضبط، فهمت؟ مش سامي العكريمي، لا زميلنا الصحفي هذا نحييه. شوفوا العكرمي وين موجود توا. الكره هذه وصلت ل 18 متر، العكرمي تو مش موجود، هو تخلى عنا نشوفوا فيه في اللعب بالنص موجود. الحاجه الممتازه في العكرمي هنا عملنا بوز باش نشوفوا العكرمي امامه زوز مدافعين، يعني زوز مدافعين في الدقيقه 86، يعني في الدقيقه 86 لقى الجرأه ولقى اللياقه البدنيه الممتازه باش يتعدى بزوز لاعبين من الملعب التونسي، الاثنين بالسرعه بالقوه يتعداهم. كان ينجم يلعب 1-2 مع الزملاء نتاعو، لكن عمل على مهارات، على قوته البدنيه، على الاندفاع نتاعو. وحاجه اخرى عمل ان سونتر بارفي، يعني نتاع ظهير يسار، يعني سونتر تاع ظهير يسار، وهذا من اختصاصه لان المنطقه المحبسه نتاعو. شوفوا سبوت على اليمين، اللاعب علاء المرزوقي كيفاش جاء من الخلف وسجل الهدف. يعني انا نعتبر انهم زوز مدافعين، مش مهاجم ومدافع ولا لاعب وسط مدافع، هما زوز مدافعين، واحد على اليسار وواحد على اليمين، وهما اللي صنعوا الهدف هذايا. واللاعبين اللي في الوسط كل ما شاركوش في الهجمه. وهذايا بصراحه يعني انا نحب نشكر اللاعب العكرمي على المردود اللي قدمه اليوم، ونشكر مدرب اللياقه نتاع النادي الافريقي، لان كي تشوف فريق يسجل اهداف من النوعيه هذه في دقيقه 90 و86 و87 معناها الفريق جاهز بدنيا. هو لما حال النادي الافريقي عرف بهذه الميزه تقريبا في السنوات الاخيره، ديما النادي الافريقي تقريبا كما يبدا كما يوفى. ممكن نسبنا هذا الكريم الشماري المعد البدني للنادي الافريقي اللي صراحه قاعد يقوم بعمل كبير وكبير برشا على مستوى اللياقه البدنيه، لانه يعني على المستوى الجاهزيه البدنيه الافريقي حاضر كما يلزم تقريبا. اصرار الفريق الى حدود 90 دقيقه ياكد كلامنا هذا. خاصه صيام مدربي اللياقه ما همش ماخذين حظهم، يعني بصراحه يعني وقت ما نذكروا مدرب اللياقه كان كي تصير اصابات ولا تصير يعني فريق ينزل مستواه، وقتها نتكلموا عن مدربي اللياقه، فهمني، ولا مدربي الحراس. وقت اللي الحارس يقبل هدف يعني سهل، الناس كل تتذكر شكون مدرب الحراسه. وقت نشوفوا فريق يلعب 90 دقيقه بنفس المستوى يلزم على الاقل نعطيه حقه مدرب اللياقه. نعم. قلت لك شنو اللي تغير بين الافريقي مع لوفيغ والافريقي مع فوزي البنزرتي بكل صراحه، لانه زوز انتصارات متتاليه من جانب الافريقي. تحس انه اليوم كي تتفرج في المقابلتين نتاع وسط الاسبوع
مباراه اليوم تحس ان فما روح اخرى في النادي الافريقي. بكل صراحه انا ما نمنش بالرجل النفسيه، لكن بكل صراحه تحس ثم بصمه نتاع مدرب. بكل صراحه ما نجموش ننكروا انه المدرب الحالي للافريقي الوقتي بين ظفرين عنده اضافه. هو مدرب وقتي، لكن عمل يعني جاب 6 نقاط مهمين برشا النادي الافريقي. في مباراه اليوم ممكن نغير اشياء يعني لوفيك. قلت لك اليوم ترى النادي الافريقي لعب مغيط صانع العاب، وجود العكرمي والعقربي في الرواق، دوز اكسونتري على اليمين وعلى اليسار، ممكن حتى لخبط شويه اوراق الملعب التونسي، يعني هذا يحسب للمدرب يعني. لكن انا نقول لك مازال باش يتغير النادي الافريقي، مازال باش يتغير. لكن شنو اللي باش يتغير؟ وانه ثم لاعبين جدد باش يزيدوا يدخلوا، ثم انتدابات صارت، ثم لاعبين كيما جباري ما شاركش، ثم لاعب كيما النفطي تو مازال باش يشارك بعد الكاس افريقيا. يعني النادي الافريقي باش يسترجع عديد اللاعبين المهمين. وما ننساوش انه النادي الافريقي ما انهزم حتى مباراه، يعني الرصيد نتاعو في النقاط مهم جدا من اللي كان المدرب فوزي بنزرتي، وزاد لوفيك جاب 6 نقاط اخرين. واظن ان مهمه بن شيخه باش تكون صعيبه، ولو انه مش رسمي، راهو مش رسمي، مش رسمي، خاطر حتى تصريحات عبد الحق بن شيخه بعد المحادثه اللي كان جمعته بمسؤولي النادي الافريقي، يعني نعرفوا انه يعني سلس في الكلام عبد الحق بن شيخه، يعني قوته في الكوميونيكاسيون، ريناه من خلال الحوارات سواء كانت اذاعيه، انه تحسوا يعني حتى في الخطاب نتاعو تحسوا مازال متردد، لانه ما عطاش الكلمه النهائيه. قال باش يجي نهار الاثنين نهار 3، لكن يبدو لي باش تتغير برشا امور من نهار 3 في النادي الافريقي. على كل ما تسبقوش الاحداث في انتظار انه تصبح الامور رسميه ويمضي العقد نهائيا مع النادي الافريقي. على كل حال النادي الافريقي جمعيه كبيره، وكل مدرب يتمنى يدرب النادي الافريقي. نعم سالي، نمشيو للموفيولا. عندنا عدة لقطات، نبداو باللقطه الاولى. نشوفوا هنا خطا طبيعي جدا. أنا حبيت اليوم نسميه الأسبوع نتاع الاحتجاجات حتى على الأخطاء اللي في عقد. شوف هنا الخطأ على الحكم، على خطأ. نشوفوا التجمع تاع اللاعبين من الفريقين على خطأ طبيعي وخطأ واضح، ماهوش حتى لتقدير الحكم ولا غيره. شو نجر عليه وسلوك اللاعبين هذا ممكن يأثر حتى على المدارج وعلى المتفرجين. هذه اللقطة الأولى. اللقطة الثانية، الملعب التونسي يطالب بركل جزاء. شوفوا هنا توغل داخل منطقة الجزاء. نعرف أن كرة قدم هي احتكاك، لكن الصورة ما عندناش باش نكونوا حقيين ومؤمنين مع الناس، أن ما عندناش صورة واضحة باش نحكم، لكن نعرف أن هناك تكاتف بين اللاعبين، هل استعمل دفع أم لا، ما عندناش صورة باش نكون حكمنا قطعي. نمر كذلك اللقطة اللي بعدها، مطالبة بركل جزاء من طرف الملعب التونسي، هجوم داخل منطقة الجزاء. وأنا نحب نركز وأن عملية أخذ الكرة من الخلف دقيقة وصعبة جدا، لكن في الحالة هذه احنا وقفنا الكرة، نشوفوا أن اللاعب أدخل رجله المدافع بين رجلي المهاجم ولعب بالكرة، ثم بعد ذلك سقط وليس هناك خطأ، والحكم كان محق في قراره. نمر اللي بعدها، عملية هنا هجوم، زوز مهاجمين والحارس المرمى. شوفوا هنا لم يقع لمس، ثم كونتاكت ذولي صغير يعني ما ثماش. نعاودوا نرجعوا عليه هنا ولو هي مش امور تحكيم. الخطا نتاع ايزيكيل، يعني ايزيكيل يشوف الذوادي اللي هو ايزيكيل كان في التسلل الساعه، هو مشاركة ايزيكيل كان نرجعوا للهجمه تلقاوه هو في تسلل في انطلاق الهجمه. كان وقفوا هنا، نشوفوا الصوره واقفه، نشوفوا هنا صار ثم لاعب من النادي الافريقي هو اللي دفع زميله الساعه بالسقوط، وليس هناك اي احتكاك بين رجلي الحارس مرمى الملعب التونسي ومهاجمين الملعب، والحكم معناه كان مقرر. العمليه الثانيه ركله جزاء اللي تم اعلانها لفايده النادي الافريقي. نشوفوا هنا الهجوم، لكن كان على الحكم. نعاودوا نرجعوا للقطة، كان على الحكم هنا. شوفوا ثم هناك خطأ وقع على المدافع نتاع الملعب التونسي، كان المفروض أن يقع، ثم بعد وقع الخطأ نتاع وقع الخطأ على المدافع المهاجم، لكن هناك خطأ سابق خارج منطقة الجزاء لفايت الملعب التونسي. كان على الحكم أن يعلن على الخطأ، ممكن ما تجيش العملية نتاع ركله جزاء وعمليه الطرد اللي تثبت في الانذار الثاني اللاعب الملعب التونسي. نرجعوا، ما نعرفش كان عندنا التنفيذ كل اللاعبين المفروض خارج منطقة الجزاء. نشوفوا لا يدخلوا الميدان إلا ما الكرة تتقدم. نمشيو
اذا امكن نقدم هنا في التنفيذ، علاش وقفت الصوره هنا، نحاول نقدمه كان امكن. على كل نشوفوا ان اللاعبين حسب الصوره اللي عندنا من الملعب التونسي دخلوا منطقه الجزاء وتسجلت. هل هناك لاعب من النادي الافريقي اذا كان دخل في الحاله هذه تعاد مهما تكون النتيجه، اذا كان ما دخلش المفروض كان يعلن على الهدف. هذا كل ما عندنا نعم. بالنسبه لمباراه الملعب التونسي والنادي الافريقي والملعب التونسي. نعم، نمشي الى الشمال الغربي تحديدا الى باج، مباراه